بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي في الحلقة الثالثة من حلقات شرح ال PLC. معكم من قلب الأحداث محمد سعيد. وهنشتغل على برنامج الايدك كالعادة من أول ما ابتدينا. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل على الكاونترز وعلى applications على الكاونترز برضه. فإن شاء الله الكاونتر إن أنت بحيث إن أنت تدي اوردر مثلا عدد مرات معينة، بعد عدد المرات المعينة اللي أنت بتحدده الاوتبوت يشتغل. دلوقتي مثلا عايزين نعرف ازاي نعمل ايه الكاونتر. نخش على البيزك، ننزل تحت كاونتر، نعمل adding counter ونحطه في هنا. الكاونتر ما ينفعش بقى انت بتحط اي واحد واي اتنين في كاونتر، الكاونتر بتسميه سي واحد مثلا، والبريزت ده اللي هو عدد الكاونتس اللي انت بتعملها، نقول مثلا 5. دلوقتي الكاونتر جاي لنا بالمنظر ده، CNT counter C001 اللي هو كاونتر نمبر 1 والبريزنت بتاعه 5. دلوقتي النقطة ان انت عندك الكاونتر بيتخش له 2 inputs، اهو ده هنا 1 وهنا 1. فاحنا لما هنا نجيب الانبوت الاولاني اللي هنسميه I1 او I0 مثلا، وغالبا بيبقى ده الريست. انت اللي فوق بيبقى الريست. انا طبعا عملت كوبي بيست عشان اسهل بالنسبة لنا. وده الايه counts. اللي فوق بيبقى ريست واللي تحت بيبقى الكاونت. ودخل هما الاتنين الاي 0 والاي 1 داخلين على الكاونتر ويخرجوا يعملوا الاوتبوت. نروح احنا جايبين من هنا اوتبوت كيو 0 او كيو 1 الاوتبوت بتاعنا. بس تيجي نعمل سيميوليشن. ماشي. النقطة ان انت هنا دلوقتي عملت ريست، ماشي. دلوقتي نعمل كاونت 1، راح مدينا رقم 1 2 3 4. كل ده لسه مشتغلش الاوتبوت. 5 يروح شغال. مهما عد بعد كده ملوش دعوة، ان هو وصل ل5 خلاص هيشتغل. فكرة بقى ان انت عايز ترجع البتاع ده من الاول لازم تعمل ريست. دوس على ريست رجع من الاول تاني. نقطة بقى لو انت عملت مثلا 1 و2 و3 وجيت عايز تعيد من الاول تاني تعمل ريست، هيروح راجع للزيرو. دلوقتي مثلا عايزين نعمل مثال ان احنا عندنا عايزين نخلي 2 counters بحيث ان هما لما يخلصوا ال 2 counters ده يخرج output ايه تاني، بحيث ان ال 2 counters مثلا counter 1 و counter 2 يخرجوا output مثلا 3. فهنعمل نفس الكلام او في طريقة اسهل من كل ده. ناخد كل ده copy ونكبر هنا ونعمل edit للحاجات دي. فده هيبقى ده ال i2 بس ده هيبقى reset 1 او 2 بقى بما ان في reset 1 فوق. وده هيبقى i2. ما ينفعش i3 انا اسف. ما ينفعش تعمل نفس الانبوت في كذا كاونتر. وطبعا ده هيتغير هيبقى c2 عشان ما ينفعش يبقى نفس الكاونتر لنفس نفس الكاونتر لنفس الانبوت. فانت دلوقتي البريزت مثلا هنخليه 2 والاوتبوت ما ينفعش طبعا يبقى زي بعض بنغيره. انا بس زي ما قلت كده بنعمل كوبي للخط ككله لليلة دي كلها وبنحطها تحتيها بس. فاحنا عندنا دلوقتي كاونتر 1 هيخرج اوتبوت 1 وكاونتر 2 هيخرج اوتبوت 2. عايزين بقى لما يبقوا الاتنين يخلصوا التو بروسيسز بتاعتهم قصدي،
يبتدي يعمل البروسيس التالتة اللي هو Q3 مثلا. فاحنا لما نعمل ده زائد ده اللي هو ده يعني process 1 and process 2 gives me process 3. ففكرة ان انت تعمل and دي بسيطة جدا. دلوقتي هناخد ده مثلا هنخليه ده اللي هو البروسيس 3 بتاعتنا اللي هي الفاينل. فكرة بقى ان انت عايز تخلي ده يشتغل and بنعملها ازاي الاند؟ فده هنعمل هنا input. الانبوت بقى اللي هو Q1 اللي هو لما البروسيس الاولانية تخلص هنا اهو، ده لما دي تخلص هيروح مشغل ده، وبعدين نعمل جنبيه واحد تاني بس لQ2 بحيث ان لما دي تخلص يروح مشغل ده، بحيث ان لما دول يشتغلوا مع بعض and يروح مشغل ده. تعالوا نجرب دلوقتي كل حاجة ريست زي الفل ومتظبطة. نعمل كاونت هنا واحد مثلا وهنا اتنين وهنا واحد تلاتة. ان شاء الله ده يخلص الاول مش مشكلة. خلاص ده شغال. ده لما انا خلصت كده اشتغل، وده هيعد لغاية 5 وبعدين يشتغل هيروح مشغل الايه الفاينل. فكرة بقى لو انا عملت ريست يروح قافل. فهنبتدي نعد من اول وجديد واحد اتنين اشتغل تاني. لازم تعمل ريست عشان يعيد النقطة يعني تعيدها لنقطة الصفر. الفكرة بقى البسيطة في ان انت مش لازم يبقى الفكرة ان عايز اقول بس نقطة معلومة بسيطة ان الاي واحد الاي دي اللي هي الانبوت والكيو اللي هي الاوتبوت مش شرط ان هي تبقى موجودة في كل انواع البي ال سيز. في بي ال سيز شغالة باسماء تانية او بنومنكليتشر تانية. يعني بالنسبة للاي ديك اللي احنا شغالين عليه ده اللي هو الجديد والسهل، الاي والكيو، الاي فور انبوت والكيو فور اوتبوت. انما بالنسبة للبي ال سي الميتسوبيشي بيستخدم الاكس كانبوت وبيستخدم الواي كاوتبوت، وبيسميها يعني اكس مثلا 400 وواي 420 مثلا. انما في بي ال سي تاني المعروف يعني بيستخدم على مستوى امريكا بشكل فظيع اكتر حتى من الايدك، بقاله بتاع 15 سنة او 20 سنة او يمكن اكتر من كده الله اعلم يعني. اسمه الالان برادلي الاي بي. بيستخدم بقى فورمات جديدة غريبة جدا. الاي وبعدين نقطتين فوق بعض واحد سلاش تلاتة. النقطة بقى ان انت ازاي بقى بتعمل كده ايه بقى الاي دي انبوت تمام. نقطتين دي اللي هو يقول لك على انهي شيب. انت بقى في البي ال سي بتاعك في الالان برادلي بيبقى فيه مثلا ست فراغات. الفراغ الاولاني اللي هو اللي انت عامله ده الفراغ الاولاني ده للانبوتس. انت مظبط كل حاجه ومحطط الاسلاك ومظبط كل حاجه على الشيب او الفراغ الاولاني ده بتاع الانبوتس. سلاش 3 ده اللي هو الفراغ الثالث النقطه الثالثه اللي هو الاي 3. اما بالنسبه للاوتبوت اوتبوت او نقطتين فوق بعض. مثلا انت لو حطيت مثلا خلاص انت حطيت الانبوت في مثلا في تشيب نمبر 1 او في سبيس نمبر 1. تبتدي مثلا تفكر خلاص ماشي الاوتبوت انا مظبط البي ال سي بتاعي مثلا على 4 مثلا. شيب نمبر 4 مثلا مسافة يعني من سبيس مثلا 6، بحيث ان ال 4 دي او ال 1 دول ثابتين في حتى في اي انبوت تاني. يعني مثلا لو عايز اي 3 او اي 4 مثلا هيبقى اي 1 سلاش 4. الاوتبوت مثلا 17 ار سلاش 17. فهي فكرة ان انت خلاص ده ثابت عندك اللي هو الاي دوت نقطتين فوق بعض واحد سلاش الرقم اللي هو اللي انت بتستخدمه. فده nomenclature اللي هو الايه
النومنكليتشر اللي هو مش لازم كل حاجة تبقى زي الايدك او تبقى مثالية زي الايدك. نبتدي نعمل بقى بعد الكاونترز في حاجة بسيطة جدا بنسميها اللاتش. ازاي؟ انا خلاص دوست على زرار، عايز الزرار ده يفضل شغال حتى لو انا يعني دوست ما دوستش، شلت الزرار ما عملتش اي حاجة، هيفضل شغال. حاجة بسيطة جدا. بنحط هنا الانبوت العادي الاولاني اي واحد، وهنا الانبوت العادي برضو، اسف، الانبوت الاوتبوت قصدي كيو زيرو ولا كيو واحد، ماشي اوتبوت. عايز بقى الاوتبوت ده، انا اللي عايز ادوس على الانبوت ده مرة مثلا اهو الاوتبوت هيشتغل. عايز بقى حتى لو انا قفلته الاوتبوت ده يفضل يشتغل. حاجة بسيطة جدا اسمها اللاتش، بتعمل مع الاي واحد اور جيت، بحيث ان انت بقى تحط ايه في الاور جيت دي بقى، الاوتبوت ده كانبوت. تعال نبص ازاي. ادي الاي اهو، دي هتبقى كيو واحد اللي هو الاوتبوت بتاعنا، بتحطه opened. تمام. فبحيث ان هو يبقى اسمه لاتش يفضل شغال. دلوقتي لو انا دوست ده هيشغل ده، تمام، وده اللي هو ده هيشتغل، تمام، بحيث ان أنا لما اقفل هيفضل شغال. تمام. تاني عشان في ناس ما فهمتهاش من اول مره. دلوقتي ده لو ده ما كانش موجود، اسف، لو ده ما كانش موجود يعني بالمنظر ده، ده هيشغل ده عادي جدا، ولو قفلناه هيقفل تاني. تمام. انما موضوع اللاتش ده، انت زي ما قلت كده عايز تخلي اللمبة دي تفضل شغالة، حتى مجرد ما ادوس مرة على ده كأني بعمل زيها زي السيت بالظبط، اللي هي سيت وريسيت. اسهل كمان من السيت وريسيت. موضوع اللاتش ده مهم جدا. الفكرة في اللاتش ان انت تقدر تحط انترلوك هنا، انترلوك هنا بحيث ان انت تقطع بروسيسز، مفيش تو بروسيسز يشتغلوا مع بعض. انما الست هيروح مشغله حتى لو يعني لو حطيت انترلوك ما حطيتش انترلوك هيفضل شغال. فنجرب تاني اهو، ده اشتغل، شغل ده، وده اللي هو ده في صورة input مخليه مشتغل. بس حتى لو فتحته قفلته، فتحته قفلته، ملوش اي لازمة خالص. تمام. مثال بسيط نعمله على الموضوع ده بحيث ان الناس برضو تبقى واخدة بالها من موضوع الانترلوك ده واللاتشز. ده الاي واحد هيشغل الايه الكيو واحد، وهناخد برضو اللاين ده كله كده كوبي عشان نوفر في الوقت، وهنبتدي نعمل edit هنا مثلا ده اي اتنين، وال هشغل مثلا كيو اتنين. تمام. عايزين بقى ال اسمه ايه الكيو واحد، يعني مثلا اهو دلوقتي مثلا هنعمل نفس اللاين ده كوبي تاني، ده الاي واحد. تمام. معاه بقى هنا الايه، احنا قلنا اللاتش، يبقى ده كيو واحد. تمام. نحط بقى هنا ك زي ما قلنا الانترلوك بنحطه نورمالي كلوزد كيو 2. تمام. نبص بقى هيشتغل ازاي. لا ده هو ده شغال من الاول. تمام. دلوقتي ده شغال ليه؟ عشان ده مقفول، الدايرة دي مقفولة ملهاش دعوة بأي حاجة. تمام. دلوقتي الاي واحد هيشغل الكيو واحد. الكيو واحد عندنا هنا كذا كيو واحد،
نركز مع بعض. عندنا اي واحد اهو مع كيو واحد، وكيو واحد هنا متكرر هنا. تمام. نخليها اسهل كمان على الناس، معلش يعني نعمل حاجة بسيطة عشان برضو الناس متقعش تاني. عندنا الاي واحد وكيو واحد، واي واحد وكيو واحد اور مع بعض عشان يشغلوا ايه الكيو تلاتة. تمام. انا دلوقتي هشغل الاي واحد اللي هيشغل كيو واحد، الاي واحد والكيو واحد اهم اللي هيشغلوا كيو تلاتة. تمام. دلوقتي هدوس اهو كيو تلاتة اشتغلت ليه؟ عشان معانا الاي واحد والكيو واحد اور مع بعض، اي واحدة فيهم هتشغل الكيو تلاتة حتى لو قفلت الاي واحد. مفاجأة. ليه بقى؟ عشان اسمه ايه، عشان اللاتش مش مظبوط كويس. اللاتش المفروض يتعمل على كيو واحد. هذه غلطة انا مش واخد بالي منها، وبعتذر للجماهير اللي واثقة فيا، بس يلا كل انسان وجل من لا يسهو. ماشي، نرجع تاني للي احنا بنقوله. احنا اي واحد اهو هيشتغل. لا ده هبل بقى. المهم ان احنا ايه مع بعض. آه موضوع اللاتش اتفقنا ان هو بيشغل. نقطة بقى ان انت لما تشغل الاي اتنين، لما تشغل الاي اتنين هيروح مشغل كيو اتنين ويروح قاطع عن الاي الكيو واحد. اخدت بالك موضوع الانترلوك ده؟ تاني اهو ده الاي واحد هيشغل الكيو واحد، والاي واحد شغال اهو مع بعض شغل الكيو واحد. تمام. ده انترلوك هيقطع السلك لما يشتغل، فلما اشتغل قفل الكيو واحد. ودي الفكرة بتاعت الانترلوك. تاني بالنسبة لموضوع اللاتش، انا يعني شرحت النهاردة الكاونترز واللاتش ورجعت على الانترلوك عشان فعلا فكرة مهمة جدا جدا جدا. ودي كانت الحلقة الثالثة للنهاردة، وآسف لو حصل أي يعني لخبطة. ولو في أي أسئلة بتاع يعني انتوا عارفين ازاي توصلوا لي، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.